ازيكم يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهاردة وصفة كيك شوكولاتة جميلة ولذيذة، والأجمل ما فيها إنها بدون فرن. وصفة جميلة ولذيذة، والتسوية 10 على 10. شايفين الكيك وجماله؟ حاجة كده اللهم بارك. كيك هش وطري، عامل كده زي السحابة. وكمان هنغرقه بصوص الشوكولاتة الاقتصادي اللي بدون شوكولاتة. حاجة كده اللهم بارك، ولا كأنه نوتيلا، وأحسن كمان من النوتيلا. جميل ولذيذ وحاجة كده فوق الوصف. الفيديو بتاعنا قمر ويستحق التجربة. جربوه يا بنات ومش هتندموا أبدا، بل بالعكس هتعملوها كل يوم والتاني. والوصفة بتاعتنا تنفع بقى لمناسبة عيد الميلاد، في الأعياد، في مناسبة نجاح تاخديها معاكي ممكن وانت خارجة. يعني الفيديو بتاعنا ينفع في جميع المناسبات. تعالوا نسموا الله ونصلوا على الرسول ونشوف الفيديو بتاعنا. معانا كوباية من السكر، وكوباية من اللبن، وكوباية زيت، و3 معالق كبيرة من الكاكاو، ومعانا معلقة من النسكافيه، وذرة ملح، وكوباية دقيق. والمعايير كلها بكوباية واحدة. نفس الكوباية اللي هتعيري بيها اللبن هي السكر، هي الزيت، هي الدقيق. نزلنا أول حاجة بكوباية اللبن، بعد كده كوباية السكر، بعد كده هننزل ب3 معالق كاكاو كبار أو نص كوباية. بعد كده نزلنا بمعلقة النسكافيه، هننزل عليهم كمان بذرة ملح تظبط معانا كده الطعم، وكمان ورقة من الفانيليا. آخر حاجة بقى كوباية الزيت. تقدري تنزلي بيها على فترات أو على هيئة سرسوب اللي يريحك يعني. بعد كده هناخد الخليط بتاعنا ونضربه في الخلاط ضرب مبرح لحد السكر ما يدوب معانا. بعد بقى السكر مداب، ننزل بقى كده من الخليط بكوباية، هي ديت اللي هنجمل بيها الكيك بتاعنا. بعد كده معانا 2 بيضة هننزل بيها على باقي الخليط اللي موجود في شفشق الخلاط، عليهم ورقة من الفانيليا، والبيض يكون بدرجة حرارة المطبخ. بعد كده هناخده نضربه في الخلاط وننزل بيه بقى في الإناء اللي هنشتغل فيه. بعد كده معانا كوباية الدقيق بتاعتنا، ونزلت عليها باكو من البيكنج باودر، وهو عبارة عن 16 جرام. باكو بحاله يا بنات، وكمان ذرة ملح. قلبناهم كده مع بعض، بعد كده ننزل بيهم على خليط الشوكولاتة. انا الاناء بتاعي كان ضيق شوية، انت ممكن توسعي عليكي شوية الاناء، بس انا محبتش افضيه علشان ما هقدرش من الخليط بتاع الشوكولاتة. قلبت بقى كده واحدة واحدة لحد الخليط متجانس مع بعضه. بعد كده هقلب بالمضرب بقى زي ما انتوا شايفين، علشان ما يبقاش في اي تكتلات معانا. لازم نقلب كده تقليب مبرح، وكمان يكون التقليب في اتجاه واحد. بعد كده بقى المجات بتاعتنا او الكوبات او فناجيل او اطباق، اي حاجة موجودة عندك، مسحتها كده بمسحة من السمنة، ممكن تمسحيها بزيت او زبدة. بعد كده بقى اخر حاجة معانا نزلت بمعلقة من الخل، ودي اساسي معانا في كل كيك. بتدي بقى كده هشاشة للكيك، وبتخلي لونه كده فاتح شوية. وكمان الخل مادة رافعة بحب انزل بيه اخر حاجة. قلبته بقى كده مع بعضه، شايفين القوام بتاع الكيك عامل ازاي؟ حاجة كده اللهم بارك. لو القوام تقيل معاكي شوية تقدري تخففيه بمعلقة لبن او مية. لو خفيف معاكي ممكن تضيفيله معلقة دقيق. بعد كده نزلت بقى كده في المجات بتاعتي، وجبت خلة بقى كده وخرجت كده من الكيك الهواء. والكيك يكون في منتصف المج او الكب، ما تكتريش عن كده علشان لسه هيرتفع، وكمان لسه هنجمله بصوص الشوكولاتة. نيجي للتسوية بتاعتنا. انا معايا حلة عشان لها غطا، تقدري لو عندك صينية برضو يكون غطا، اي حاجة موجودة بس يكون لها غطا. حطيت كده بقى المجات بتاعتي ونزلت عليها بمية مغلية، والمية تكون كده حوالي ربع المج، ما توصلش لحد النص عشان ايه الكيك ما يعجنش مننا. والمية تكون مغلية زي ما انتوا شايفين معانا في الفيديو بالظبط.
والتسوية على نار هادية، نار هادية يا بنات. وغطيت بقى كده عليها. شايفين التسوية؟ شايفين الكيك وجماله؟ حاجة كده اللهم بارك. اختبرته كده بالخلة، طلع يعني عايز شوية كمان. سبته من 3 دقايق ل4 دقايق وانا واقفة قدامه، يعني ما اتحركتش ولا كده ولا كده. بعد كده بقى جيت تابعته، لقيت التسوية بتاعته ممتازة، حاجة كده اللهم بارك. بجد الفيديو بتاعنا قمر ويستحق كده التجربة. شايفين؟ اختبرته كمان مرة بالخلة، وطلعت الخلة نضيفة زي ما انتوا شايفين في الفيديو. وشايفين الطراوة والهشاشة؟ الكيك بتاعنا كده زي السحابة. التسوية بتاعتنا ممتازة 10/10. شايفين؟ ومن غير وقت ومن غير مجهود، وكمان بدون فرن. فيديو قمر ويستحق المشاهدة ويستحق التجربة. كمان ممكن تعملي الكيك بدل كيك الشوكولاتة كيك فانيليا، وهيديكي نفس النتيجة. جربوه يا بنات ومش هتندموا ابدا. وكمان استنيت عليه لحد ما برد. شايفين برضو جماله؟ والطراوة بتاعته زي ما هي. والتسوية شايفين الخلة بتطلع نضيفة ازاي؟ انا حبيت اشكشكه كده بالخلة علشان لما اسقي صوص الشوكولاتة ينزل لحد تحت كده في قاع المج. حاجة كده اللهم بارك. من جماله يا بنات هتقولوا ابدا ده مش كيك، لا ده جاتو. بدل ما نشتري بقى قطع الجاتو اللي تمنها فوق كل الاحتمالات، هنوفر على نفسنا ونعمل حاجتنا في بيتنا، ونراضي ولادنا في نجاحهم في مناسبة عيد ميلاد، في أي مناسبة. يعني هيبقى معاكي وصفة جميلة وسهلة ومن غير وقت ومن غير مجهود. تقدري تزيني بأي حاجة موجودة عندك، فورماسيلا، شوية سوداني، أي حاجة. أنا كان عندي قطعة شوكولاتة في التلاجة، خدت منها جزء وبشرته وجملت بيه المجات بتاعتنا. حاجة كده اللهم بارك. والتسوية بتاعتنا ممتازة وبدون فرن، يعني هتقولي وداعا لحر الصيف مع جاتو الشاتو بتاع المج أو الفنجان، وكمان على عين البوتاجاز. حاجة كده اللهم صل على النبي. يعني اللي فرنها بقى معذبها في تسوية الكيك او الكيك بيفشل منها، لا الفيديو ده ليكي. تابع الفيديو وامشي على الخطوات وهتنجح معاكي الكيك من اول مرة. الكيك دوت مفيهوش اي نسبة من الفشل. شايفين الجمال والحلاوة؟ وشايفين التسوية بتاعتنا ممتازة 10/10. حاجة كده اللهم بارك. شايفين الكيك والمسام بتاعته ضيقة؟ حاجة كده أحسن من السبونش كمان. حاجة كده عظمة. جربوه يا بنات ومش هتندموا أبدا. حاجة كده اللهم بارك. شايفين الكيك بتاعنا وجماله؟ يا رب أكون أفدتكم ولو بمعلومة، وأشوفكم على خير في فيديو جديد. مع السلامة، باي باي، مع ألف سلامة يا بنات.